اللي انا محتاجه اتخلص منها كمعتقد وانهيها. خرافات في التدريب موقفاك ومعطلاك. الخرافه رقم 3، لو انت كوتش شاطر هتبقى مدرب شاطر. والحقيقه الجمله دي غلط تماما. ليه؟ لان انا لو كوتش شاطر معناها ان انا عندي ماسترنج لادواتي، بعرف استخدم الاسئله كويس، وبعرف ان انا احقق احتياجات العميل وتوقعاته من كل جلسه، فانا كده كوتش شاطر. لكن لو انا مدرب شاطر بيكون عندي هدف مختلف تماما من كل كورس بعمله. بحتاج اشتغل على 5 حاجات اساسيه لازم اتعلمهم. اول حاجه لازم اتعلم اساسيات التدريب. ايه الهدف من التدريب او اي كورس انا بقدمه. تالت حاجة أهم مهاراتي كمدرب اللي المفروض أشتغل عليها وأكتسبها. رابع حاجة إزاي أصمم منهج تدريبي فعال ويكون لي هدف تدريبي أقدر أحققه. خامس حاجة إزاي أقدم خدمة تدريبية متكاملة تقدر إن هي تجتاز توقعات العميل. ودي الخرافة رقم 3، إزاي إن لو أنا كوتش شاطر مش ممكن أبقى مدرب شاطر.